كومبو يا جماعة لتفتيح الفم. بيجيلي أسئلة كتير جدا للبنات اللي عايزة تفتح المناطق الحساسة عندها ومش عايزة تدخل خالص كيميائي، عايزة حاجة تفتح بشكل طبيعي وفي نفس الوقت مش عايزة تعمل جلسات تقشير أو غيره. نقدر نعمل حيلة بسيطة جدا في البيت بشكل طبيعي مش هتسبب لنا أي مشاكل نهائي. هتجيبوا باكت قطن كده بالشكل ده، طبعا ده أفضل باكت لأنه ناعم جدا جدا على المناطق، وكمان ما شاء الله يا جماعه الباكت فيه 222، يعني حرفيا هيكفي معاكم فتره وهيكفي معاكم اكتر من 3 4 شهور. وزيت الورد بس كده، مش هتحتاجوا غير الحاجتين دول بس. هنعمل ايه بقى يا جماعه؟ الصبح اول لما تصحوا تاخدوا شويه من الزيت بتاع الورد مع قطنه. استني بس يبداوا كده باول اليوم، ما هيعملوها مرتين في اليوم. احنا هنتفق اول اسبوعين هنعملها مرتين في اليوم. حرفيا يا جماعه انتوا هتتفاجئوا من النتيجه. هتاخدوا قطنه تحطوا عليها شويه زيت ورد وتمرروها على اي مكان انتوا عايزين تفتحوه، بيكيني، اندر ارم، ركب، اكواع، كل حاجه حتى مفاصل الايد. وتاني بالليل قبل لما تناموا نفس الموضوع، تاخدوا قطنه وتمرروها بشويه زيت ورد وكمان على المناطق اللي انتوا عايزين تفتحوها. اصلا والله هتلاحظوا ان اصلا القطنه بتطلع معاكم سواد.